سيدنا عمر قال يا رسول الله أنا أحب اتباع الحق وقوة الحق والاعتماد على الحق. سيدنا عثمان قال أنا أحب تلاوة القرآن والتهجد بالليل وإقراء الضيفان. سيدنا علي قال يا رسول الله أنا أحب إطعام الضيف والجهاد بالسيف والصوم في الصيف. مجنون شوي. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم هذه ثلاث، مش أحببته، حبب ربنا حبب دين عندي، حبب إلي من دنياكم هذه ثلاث، أولا تعتمدون منهم في الدنيا ولا في الآخرة. حبب إلي من دنياكم هذه ثلاث، النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. النساء في معقول يعني كل أنثى في اللغة كده، حتى ستة المرأة ما ينفعش كده. ها؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللي ربنا حبب إليه أصالة مش معقولة إلا بالتأويل. فكان تأويله ربنا خلق أبونا آدم تام كامل، أخذ من الضلع الأيسر خلق منها حواء، بقى الحتة اللي ناقصة لنا. فكان الشبكة بتاع الصنف البشري كله في النساء. ليه؟ ولا صوار يجتهد عشان يتزوج، مش يتزوج مش يسكت لحد كده، لا إذا عاوز يلد ولد عاوز يربي، ربى عاوز يوظف، وهلم جر. مثل إنها زي 10 شبابيك مقفل، مفتوح واحد اللي هو موطن الزواج، يتزوج ده يتقفل يتفتحوا 9 دي. فيكون المعنى الدقي إن النبي صلى الله عليه وسلم عاوز رجع موطن حواء لأبونا آدم أو للصنف البشري، عشان إذا الحتة الناقصة ده رجع الأخطب يرجع لكماله الأول. معنى حبب إليه من دنياكم هذه ثلاث، النساء. واضح؟ بعدين قال الطيب. الطيب عندنا الرياح الزكية، عندنا كده الرياح الزكية. النبي يعمل النبي كان لما يمس راس الصبي يفوح من راس الصبي مسك وند وعنبر وكافور. كان لما يدفل النسوين يشيلوا التفالة بتاعه يريحوا به الريح. خلاص عرقه كان كده، ريحة يعمل به ايه؟ فكان القصة ما ريحة. الطيب إنما هو نفس الرحمن. هو ايه؟ نفس الرحمن. النفس من التنفس طبعا، مش كده؟ وبعدين اسم الرحمن في العرش كأنها حبلة، وإذا واحدة وضعت نقول نفسها، واحد مخلوق في الكون مش التنفس. فكان نفس الرحمن هو إيجاد الوجود العيني، يعني مجال الأسماء الإلهية. دي معنى الطيب اللي بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم، كما إن الرؤساء يقولوا إن رحماننا له نفس قد تعرج. إن الرحمن له نفس قد تعرج، أصالة طويلة شوية. لا ذهب الخوف والرجاء ومضى المدح والهجة. رجل ما يتقدم كويس. لا ذهب الخوف والرجاء، أنا ما بخاف ولا هذا جديد، ومضى المدح والهجة، لا الشتيمة ولا الشكر كمان ما في منيش. فأنا اليوم مسلم بك قلبي إليك جاء، طالما كنت في عمى لم أجد عنه مخرجا، جامد الذات خامدا بعضه ظلمة الدجى، وبدت نارك التي كان موسى لها التجا، فتبسطت جمرها عندما قد تعجج، فتذاوبت فوقه باحتراق فأنتج. وطويلة شأنها مشون في ده.
رسم الشيخ. بعدين قال النساء، قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. ده الصلاة بيشوفوها ولا لا؟ اللي بتبقى قليلة بإيه؟ مش إذا أدركت حبيبة فرق، إذا شفت قرد تنبسط؟ بوية تنبسط؟ ما تقولوا لنا إذا واحد شاف قرد غوريلا ده بيكون عينه قريرة؟ ولا لما يدرك رؤية حبيبه مش كده؟ فده الصلاة اللي بيشوفوها. مين اللي بيقدر يصلي صلاة صحيحة؟ بيصلي صلاة صحيحة. صلاة صحيحة ايه؟ الصحابة شهد الله رضوان الله عليهم يصرف لما واحد عاوزين يقطعوا رجله، إذا في مسمار دخل في رجل واحد يقطعوه بيصلي ما يحسش بيه. أو ده الصلاة المتمدد. صلاة اللي احنا بنصليها عندنا في بلدنا حصل النقطة غريبة خالص خالص يلزم الواحد يقولها. عادة الناس بلدنا لما يقولوا له صلاتك باطل بدعة خالص شديد. والنظام الصح لما يكون في فرح ولا فرح كل البيت يجتمع في صعيد واحد في محل واحد، أكلهم شربهم صلاتهم كله ينام. واحد فاتته الصلاة، فاتته الصلاة، كيف انتوا صليتوا قبل أن ما يجوا أخيرا وقف يصلي لوحده. نيت أصلي 4 ركعات الله أكبر، مش قال الله أكبر؟ يقول الحمد، لكن هو مضارع طبعا. مشى وراح البقر، ساق البقر، مشى سقاهم، علقهم في الساقية، بار الموية، سقى حيضانه كلها زين، وبعدين حل البقر، جابهم في مراحهم، نظف الأرض بتاعهم. واضح؟ كل ده في الصلاة، كله في الصلاة، وخدت لهم القش والموية، وبعدين قال السلام عليكم السلام عليكم. في واحد ولد كبير واحد صغير قاعدين في المجلس، الولد الصغير قال له تعال يا أخي أنت عملت إيه؟ قال له ما صليت راسك. قال لي تقدر ظهورين اللي أنت صليت، أنت ما عملت وعملت وعملت وعملت، أنت اشتغلت نفس شغلتك اللي كنت بتشتغل. الراجل زيد قاعد يبكي، الولد الكبير قاعد من هنا. قال الولد الصغير تعال، جاء قال له أنت ربنا فض قلبك. قال له أيوه. أنت تابعته في كل أشغاله ده ليه؟ أنت مصير كتبة. أنت تابعته في كل أشغاله ده عشان إيه؟ أنت ما دام ربنا فض لك قلبك انتبه لله. فده صلاة وده ينجي ازاي؟ دي صلاة، لكن عشان النبي نافع غيته، عشان النبي فضله كبير. هو قبلنا ما كانوا يسقطون قلوب نسانين، لكن فضل النبي واسع عشان كده مقبولين. واخيرا اخيرا 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 قبل تطهير القلب ربنا يقول قد افلح من تزكى وعمل الا وذكر اسم ربه فصلى. مش كده؟ قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا مطالبة الذكر، مطالبة الذكر اللي عاود التطهير لا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. طبعا عند كل الأنبياء كان الموجود مرسوم. الله زخرف قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خلاص؟ بعدين واحد عاوز يفهم آية، واحد عاوز يفهم حديث، طيب احنا انا وانت والثاني والثالث، الواحد لما ناوز ياخد فول بقرش، فول مدمس بقرش،
يغسل الصحن وينشفه حتى ياخد عليه الفول بقرش. قبل تطهير القلب ما ممكن أي مدد إلهي يدخل. ما لم يدخل أي مدد إلهي ما ممكن فهم أي آية من المصحف. فهم أي آية من المصحف ما ممكن. بس اللهم شيء الله رضوان الله عليهم رؤسانا جابوا الآيات بتاع التشريع، جابوا الأحاديث بتاع التشريع، عملوهم فقه ونظموه. لا ده اللي احنا قاعدين نعبد ربنا بهم. فهم كده بالراس كده، واحد يورينا أي آية هو فيهما لازم يرميها تطلع غلط. قبل التطهير قبل القلب ما ينضف، قبل السر الإلهي أي سر إلهي ما يدخل مش ممكن فهم أي علامة إلهية، لا مجرد اللغة ولا مجرد القراية ولا 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 ولا. وعمل لنا عدة السير ومثلنانا. طبعا ربنا بيطالب كل المسلمين بالجهاد، الجهاد في سبيل الله، مش كده؟ بعدين ده فرض كفاية الخامس. ما في الأول أشهد أن لا إله إلا الله فرض أول، وأشهد أن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. دول مش فرائض ليه؟ فردين ده. بعدين من فرض الكفاية الأولاني كان صلاة الجنازة. صلاة الجنازة في فرض الكفاية هو الأول، خلاص. الجهاد في فرض الكفاية ثاني. يكون الجهاد إيه؟ في مرتبة، يكون السابع في مراتب الدين. واضح؟ ليه نعرف إنه كان فرض الكفاية وبيقع في المرتبة السابع؟ كان الصحابة بيجاهدوا، أصحاب الصفة قاعدين يذكروا النبي ما منام، سيدنا أبو بكر ما منام، سيدنا عمر ما منام، سيدنا عثمان، سيدنا علي، كانوا قاعدين لغاية خلافة سيدنا الحسن، أصحاب الصفة. ونزلت فيهم آيتين، خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح يقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاك عند ملككم خير لكم من أن تنفقوا الذهب والفضة في سبيل الله وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم. قال: لا يزال لسانك رطب بذكرك. ده أفضل من دول كله، خلاص. نعم. هم في بعض الوهابيين في الكويت عندنا يحتجوا في الحديث ده انه ليش انتم بتعملوا حضرة، ليش انتم بتذكروا كثير وبتقرأوا اوراد كثير، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وكافي وبس. ده دائما الدوم بيرددوا لنا خصوصا في الكويت. ايه ما كذابين. كذابين ليه؟ نعم. كذابين ليه؟ أصالة. بص، احنا عملنا السبحة بنذكر به، مش بنذكر به أنا أكون قريت 1000 ربنا يقول لي قريت 999، لا، مش عشان نحاسب ربنا، عشان نحاسب نفسي. لما الواحد يصلي على النبي 10 15 نفسه يقول له أنت صليت على النبي 1000، بينما وصل ل 10 أو 15. إذا ذكر 10 15 يعتقد إنه ذكر آلاف، بينما هو ذكر يا 50 يا 100 يا 200. زين؟ ده دقة، حرص على الذكر، السبحة. هذا على كل حال في الكتاب بتلقى الكلام ده واضح أوضح من كده. خلاص يا عم الشيخ. مطلق الذكر، مطلق الذكر لما ننصر تبارك وتعالى يقول صلوا، صلينا، صوموا، صمنا. مستعد الأمر الإلهي واجب على كل المسلمين. لما يقول فاذكروني أذكركم، معناه صلوا لي وصلي لكم، معناه صوموا لي أصوم لكم، حجوا لي أحج لكم. وده فرض غاية، ده حاجة لوحده. والعجيبة مش في الذكر، في التطهير. المصيبة مش الذكر وكفى، إن التطهير ما ممكن إلا بالذكر. التطهير
تطيل القلب، تصفية الروح، صبغة نور الاسم الله، ما ممكن إلا من الذكر، من حاجة ثانية ما أي حاجة ما. وبعدين اللي قال لك صلي هو اللي قال لك اذكر. زي الإسرائيليين يقول لنا فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما دام صاحب الأمر واحد الأمرين بيكون واحد. هذا فاهم شيء؟ بعدين واحد يقول لك أنا بصلي كويس، أنا قريت الفقه، مش كده؟ أيوة. أنا قريت القرآن، حافظ القرآن وكذا وكذا، ده كله ما يلي. عندما الإسلام يقول أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم أهل الله الخاص. مش الحافظين القرآن أهله. قالك يعني مش أخوك وابن عمك وابن خالك وابن خالتك وكلام زي ده. النبي بيقول أهل القرآن، مش حافظين القرآن أو قرائين القرآن، ولا قال قرائين القرآن. اللي فهم القرآن ونفذوه زي ما كان الواحد بيفهم أهله. وبعدين يقول لنا فاقرأوا ما تيسر منه اللي هو القرآن، لكن يطالب النبي ذاته بذكر الكثير من الذكر. ده مناسبة الطريقة وده فائدتها. ده فائدة ايه؟ فائدة الطريقة. والمشايخ ذاتهم لولا النبي ما أجبرهم هم تعبانين مع الناس ليه؟ لما نقول أنا أرشدت 100 نفر 200 نفر استفدت منهم ايه؟ ولا حاجة. لكن عاوز أزاحم القوم، أدخل في الفضل بتاع المجاهدين. كل جهاد. هذا نوع من نوع الجهاد. لا، نوع ازاي؟ ما روتش مصر. نوع ايه؟ ما نوع. ما هو جهاد. لا 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 لا. الجهاد اصلا هو الجهاد في سبيل الله. الجهاد هو الجهاد في سبيل الله. انما الاسلام راجع من الجهاد، قعدوا تحت شجره ظليله نزلت عليه قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. النبي انبسط واهتز، صحابه سولوا قالوا له فيها يا رسول الله، تلا لهم الآية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال صلى الله عليه وسلم رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. خلاص، عمل جهاد النفس جهاد أكبر، وعمل الجهاد في سبيل الله جهاد أصغر. رجعنا من الجهاد الأصغر، يكون الجهاد الأصغر إنه الحرب إلى الجهاد الأكبر اللي هو إيه؟ اللي هو جهاد النفس. وفي جهاد النفس ربنا أوعد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، كل الطرق اللي يوصل إليه. خلاص؟ بعدين عاوزين نعمل مقارنة ما بين الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر. الجهاد في سبيل الله ربنا جل وعلا يضحكون استعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، مش كده؟ ترهبون به عدو الله وعدوه. خلاص؟ لابد من حاكم، تقول أيوه. لابد من أمير يسوق الناس للحرب. أيوه. لابد من سلاح، لابد من سيف، لابد من أعداء يحاربون، لابد من نشيدين. السبع دي ضروريات. عاوزين نعمل مثال في الجهاد الأكبر. شيخ الطريقة بمثابة الملك، خليفة المسلمين. العم المرشد ده القائد بتاع الجيش. خلاص؟ بعدين الحصان هو الهمة، الدرع هو التحصين زي السيف مثلا. السيف هو الاسم الله، الله يتوفى الأنفس حين موت. خلاص؟ السيف
هو الاسم الله. النجدة إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وما النصر إلا من الله. يعني يكون إيه المجاهد في الله عنده سيف الاسم الله. بيجاهد تحت راية مين؟ تحت راية العم المرشد خليفة المسلمين. كان الشخص على الطريق لابد يكون عنده همة، طيب عنده أساس، زي بني الإسلام على 5 بيربط مع الإسلام، مش كده؟ لازم يكون عنده أساس، أوراد وأحزاب وكذا، يكون عنده حزب السيف بمناسبة الذل، يكون عنده الاسم الله بمناسبة السيف اللي يحارب بهم، طيب جنوده كان الملائكة عشان يحارب بهم نفسه. ليه؟ البني آدم أصله مصيبته كبيرة خالص. رجل فيه شركاء متشاكسون ورجل سلما لرجل. مثاله إيه؟ ده البني آدم، مش كده؟ من هنا العقل ملك، العقل ملك غير مش كده؟ الروح يعني ملك. ما دام في ملك، مش كده؟ لابد من وزراء. فكان وزراه أصناف المعرفة المعبر بالتوحيد. لابد من ديش، فكان ديشه الملائكة. خلاص؟ من هنا الهوى ملك، لابد من وزراه الأنفس. لابد من ديش الشياطين. خلاص؟ دي المحاربين بعض. ربنا بيقول إن تنصروا الله ينصركم. عاوز نصر العقل اللي من أمر الله اللي هو الروح. فالحرب بين الاثنين دي طوال قائم على طول، لا طوال على طول. زين بيقول إن تنصر الوجه الإلهي اللي هو ده بينصر. ما نصرتش وما نصره كيف يرجوه للنصر؟ ما في شيء. وبعدين الحرب بين الاثنين دي ومستمر الحرب زي لغاية ما الهوى يقع في الاسم. الهوى أصلا هو المحبة. لما يملك الهوى بيكون تابع للأب، بيولع زيادة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الهوى بيجروا ليه؟ لملذات الدنيوية. مش سكر، مش سرق، مش بنى، مش عمل. الهوى أشنع إله نعبد من دونه. عاوزين الهوى يكون تابع للروح من عشان نقوي محبته. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى. لازم نعرفها. انت مش عارف لوحدك. اصلا الواحد قطع من النبي زمن صلوات الله وسلامه عليه. لما الواحد قطع من النبي زمن، النبي زي فضل اللي لف في جبال مكة. جاته جميلة زوجة أبي جهل، قالت له يا محمد إنا نرى الشيطان فقد غلاك وودعك. النبي زي الأكثر. وبعدين دخل في بيت السيدة صفية، قال له وش البيت؟ نظف البيت عنه. لقيت أمشي التبسوا سيدنا جبريل، قال له والضحى معناه صلاة الضحى عندنا، مش كده؟ بالنسبة للشمس يعني. والضحى عند الصوفية يعني أعظم مواقف التجلي عشان الشمس تكون نظيفة جدا. والليل إذا سجى، الليل هو ده عند الصوفية يعني تنزيل العمى. ما ودعك ربك، ربنا جل وعلا بعد ما وصلك
مش راح يقطعك أبدا، وما قلى بعد ما أحبك مش راح يكرهك أبدا. إلى المصلي، لكن ليلة بيصلي يتهجد قرأ آية سيدنا إبراهيم وآية سيدنا عيسى. آية سيدنا إبراهيم ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس الآية، وآية سيدنا عيسى إن تغفر لهم فإنهم عبادك، يقول إلهي أمتي إلهي أمتي أمتي. في آخر الليل نزل سيدنا جبريل قال له يا رسول الله ما الذي يبكيك؟ قالوا قريت كذا وكذا شفقة أن أنا لما بكيت. قالوا ربنا بيقول لك يقولوك السلام ويقول لك وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والآخرة خير لك من الأولى معناه لما تروح في الآخرة يوم القيامة يعني راح تكون مستريح أكثر مما كنت في الدنيا بالعربي كده، لكن الرسم ما يكون في معرفة عند النبي صلى الله عليه وسلم الساعة 6 معرفة إلهية، right؟ الساعة 7 يجي له معرفة أكبر من دهر ما يستغفر من المعرفة ده 70 مرة. فيكون الرسول دائما في طرف داخل ده دول ده داخل دول داخل دول داخل دول ده باطن ده كده طوالي. ولذلك رضوان الله عليهم الصوفية لما يجي الفاتح النبي يقولوا زيادة في شرف، يعني الفاتح ده يمشي له مهل ما هو، يعني المهل خليناه مبارع ما جاي. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. لو الإسلام قال والله لا أرضى وأحد من أمتي في النار. بعدين صرف الموضوع أنا انبسط جدا. بكرة في الصباح وسيدنا أبو بكر بيلفوا في المدينة لقوا واحد ولد بيبكي ودموعه ومناخيره وريالته وسخ خالص والهوى. إنه أصلا مرات بيشيلوا الحال في الحال شالوا الحال، مسك اللبيته كده بيمسح للولد وشه ودموعه ومناخيره كده والريالة. سيدنا أبو بكر واقف هناك زي إنه الولد ده بوسخ هدوم النبي صلوات الله وسلامه عليه. ده أسلام قال له يا ابن أبي قحافة لا تحقرن صغائر المسلمين فإن صغيرهم عند الله كبير. عشان قصة امبارح. بعدين قال له ما الذي يبكيك يا بني؟ قال له يا عماه ما بيهاش عند النبي. قال له أبوي مات في الجهاد وأمي تزوجت راجل ثاني والأولاد ديل بيلعبوا عندهم أبوات وأمهات بيغسلوهم بينظفوهم بيأكلوهم بيسقوهم. أنا لا عندي اللي يأكلني ولا يسقيني ولا ينظفني ولا كده، عشان كده أنا ببكي. قال له يا بني ترضى بأن يكون الحسن والحسين أخويك وفاطمة أمك وعلي أباك ومحمد جدك؟ من لي بهذا من لي بهذا من لي بهذا. نوصل ساقه جاب السيدة فاطمة قال لها فاطمة محمد أكرمي مثواه. بعدين ولد فضل ياخذ سن حسن بجاه سن حسين بجاه يقول اللي زي في الدنيا مين؟ السيدة فاطمة ضربته ضرب بسيط كده، لكن لما النبي عمل له العملية دي ربنا اعتمده جد جد جد. ربنا جل وعلا اعتمده. بعدين في الليل النبي اصلا بيتهجد يصلي نزل قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
ضالا. لما السيدة حليمة جابت النبي عليه السلام بعد ما شافوا الصدة خافت ترجعوا لأهله، النبي طش كده في وادي الأراك، والسيدة حليمة فضلت تبكي وهكذا كذا كذا. السيدة حليمة بعدين سراقة كان خدام بتاع المسجد والأصنام مرصوقة عليه، اتلفت للمرأة قال لها يا مرأة ايه بتبكي ليه؟ والله عندي ولد راح منه وكده واهله ناس كبارات مكة وكذا وراح يقتلونا وراح يخربوا قبيلتنا وكذا. بعدين تقدم للأصنام فضي يا انتوا يا ما عندكم جماعة على قريش ويا ما خدمتوا القريشيين ويا ما عملتوا وعملتوا وعملتوا. قال المرأة ولدك اسمه منه؟ قالت له اسمه محمد. ما فيش محمد قبل النبي. سأل الأصنام قال لهم يعني الولد المقبول اسمه محمد. الأصنام دواقية. قال كده قال لها يا ما ولدك ده عنده ربي ما بيستنضفش الآلهات بتاعنا. سيدنا جبريل نادى فوق الحرم يقول محمد في وادي الأراك، محمد في كل الكلاب والبهايم والخيول أي شيء سكت. بعدين طوال سيدنا عبد المطلب يسحبوا الجارات ورجع جمعنا ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك بتعداك اللي قلت والله لا أرضى ما أحدث بقوله. وأما بنعمة ربك اللي هو الشفاعة فحدث. النبي خاف على الأمة سكت. سيدنا حسان سمع الكلام ده في سفرية انبسط جدا ورقص زين انبسط. جاء لقى النبي أصلا متكئ على البيت قال له يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قال له عليكم السلام يا حسان. قال له يا رسول الله سمعنا في الضحى ولا سوف يعطي فسر سماعنا هذا العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى فينا من يعذب ويساو. قال والله لا أرضى أحد من أمتنا. صدق الشيء ده الشفاء المغطى والباقي راح تلقاه في الكتب. اللي حكيناه ده المغطى. مولانا ألف لام ميم نوى فلوى هل من القرآن طبعا؟ ألف لام ميم من القرآن. نوى فلوى وعمان لا ما من القرآن. دي من باطن ألف لام ميم. لما عموا وصموا أي الباقي الآيات من أي ما عادة الناس الرؤساء يترقوا ياخذوا القرآن من الرحمن بعد ما يصل روحهم العرش. معنى الرحمن علم القرآن. المريدين لما يترقوا روحهم تصل العرش بعدين ياخذوا القرآن من الرحمن. ياخذوه كيف بقى؟ ياخذوا القرآن مثل ما نزل معناها تعبداتها خواصها فلكها روابطها النص تصلح ليه النص الثاني يصلح لإيه وكذا 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 كلها ياخذوه من ربنا. بعدين ناخذ القرآن من ربنا. دين هم اللي بيعملوا الأشهد. الشيخ يقول ألف لام ميم مش كده؟ كمان ربنا يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب. ما جابش ذلك الكتاب لا بس قال ألف لام ميم بحسب معلومات عشان أصل إيه؟ لا ذاك ذلك. من الإشارات الثلاث لا كذلك يكون ذلك إيه؟ الألف. خدت الميم في مهل ذا خدت اللام في مهل ذاك
يكون الثالث ذلك الألف. يعني ألف مش كده؟ أيوة. كتاب لا ريب فيه، بس ألف. الألف كتاب ولا بالضبط. مثلا مش عارف وحدها ألف كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين عندهم الغيب ما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الشيخ قال ألف لام ميم، عملوا زي البني آدم. يعني أنا في أعداء جارين وراي عاوزين يضروني بالحال بالحيلة بالمال بالواسطة، مش كده؟ يا رب لف نيتهم ده، يا ألف لف نيتهم ده عليهم كده. ألف لام ميم نووا عداهم، إذا من الإنس ولا من الجن ولا زي ما يكون. ها؟ نووا فلووا عما نووا واحدة، ثم لووا عن المحل نية النية، فهموا وصموا عن نيتهم اللي هو إيصال الضر إليه إما بالحال أو بالحيلة أو بالمال أو بالواسطة، فوقع القول عليهم بما ظلموا. ما قالش فهم لا يرجعون، قال فهم لا. لما يقول فهم لا يرجعون معناه يجوا تطلع وين وما يمشوش كمان. الصح ايه؟ فهم لا يقفون. ها؟ يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. لما نقول لا تنفذوا الا بسلطان ما نور لهم الباب من هنا، لا مش عاوزين يورون برضه لا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا، وجعلنا من بين أيديهم ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا. بعدين يعتمد إن الأغراض كله ربنا أداه له، قال لا آلاء إلا آلاؤك يا الله، يعني ما في نعمة إلا النعمة اللي تدلت منك وده من ضمنها يا الله. أنا أما كتاب الألف هو أحدية حمد الفرد في فرديته، أحدية حمد الوتر في وتريته، مش كده؟ واضح كده؟ وبقى الآن حمد الأحد أحد في أحديته، يعني كان الله لوحده قبض قبضة النور النبوي سمينا ده الفردية، تنزلت الحدود المحمدية سمينا ده الوترية، فكان الفرد واحد الاثنين الوتر واحد الثلاثة. right؟ بعدين الله جميل يحب الجمال الذات المحمد، قال أحدية حمد الفرد في فرديته، أحدية حمد الوتر في وتريته، وبقى الآن حمد الأحد أحدا في أحديته. صلى الواحد سبحانه بتسبيحه على الإنسان الواحد محمد الخارج بعد الضم الموقوف على صناعة العدد. إذن عادت الصلاة عليه ليه؟ لما لم يجد من يستند إليه غير ما وسلم من هذا المقام تسليما. إخوتنا منال الأغرياء الأخفياء هذا كتاب الألف جاءكم به رسوله الفرد لفرديتكم. لما أنتم كنتوا روح مجلد هو كان روح مجلد هناك دراكم. جاءكم به رسوله الفرد لفرديتكم ورسوله الوتر لوتريتكم في معالم الدنيا، ورسوله الزوج لزوجاتكم لما الجسم التبس في الروح فتاهبوا لقدوم رسلا والله يمدكم بالتأييد. وبعدين مش كتاب يعني ده كتاب الألف. وكتاب الله إنما هو الهو في الهو تخليه والألف نشف لينا يا كمان.
النفس على الهوى. ها؟ النفس على الهوى. الهوى ما قلناه هسه. هو كويس. لا الهوى بين هو ما كويس. هو بتاعك. لو لم تاكل هذا. النفس على الهوى تفسير لا من شيء ما كده. القلب كده زي الجبل. واضح؟ القلب قلب البشر زي القلب اللي يعتدل في يشوف السوق زي يعني. ده تصوير القلب. صحيح؟ بعدين إذا كان القلب يشتغل بالوظائف الدنيوية الصرفة صحيح؟ بيسموه هم. إذا يشتغل باتباع إبليس صرف يسموه هوى. إذا يشتغل باتباع النبي صرف يسموه همة. إذا ينصبغ بنو الاسم على الله يسموه فراسة. فكان الهوى إيه من حيث ما هو الهوى ظاهر اتباع إبليس صرف، لكن زي كفتين الميزان، ده العقل من هنا، ده النفس من هنا، في وسطهم زي ريشة بتاع الميزان الهوى. إذا العبادة كتر يرجح يميل على الناحية دي فيكون ده تقيل. إذا السفاهة كتر يميل على الناحية دي. وقال صلى الله عليه وسلم لا يكمل إيمان أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ما عندوش محبة إلا الشغل بالشريعة. الهوى هو المحبة. محبة السفاهة سفيه، محبة الصلاح صلاح. وقال تبارك وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه. ده في ظاهر الآية للمنافقين، في باطن الآية للرؤس الكبار. ليه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، مش هواه إلهه، مش بيعبد هواه، لا، ما عندوش محبة إلا في إلهه، ما عنده هوى محبة إلا لإله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، عرف ربنا كويس لكن من شدة المحبة بغيتوه، وختم على سمعه وقلبه وجعل بصره وصليبه وأذانه وعينه وكراعه رباط وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله بعد ما هو وصل الغادي منه في ايه عشان يهدي يروح له. انا بعكس كده على طول. وانا كمان امشي. فاهمينها انها للمنافقين وبس، لا بد هم للحجاج بجاء للمحبين. عكس الماء خالص. عكس لما تمشي كده عم الشيخ ماشي كده لها ظهر ولها باطن. هذا ضروري عشان تعلق تمام عم الشيخ. عشان تعلق تمام. بس كان مفهومها بالظاهري بعكس المعنى الباطني بتاعها على خط مستقيم. هي في ظاهر للمنافقين ده تفسير ظاهر برضه. اما المنافقين ماشي وده ماشي. لكن مثل المنافقين غلط. كانت تكون اللفظة أفرأيت من اتخذ هواه إلهه، فكون إله مين؟ هواه. لكن الآية قالت أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ما عندوش هوى إلا في إلهه. دي الحداوة شيء. يعني ما شاء الله يعني الواحد يقدم لفظ على لفظ غير المعنى كله. إنا فتحنا كفتة مبينة.
مش كانت غريبة جدا؟ ها؟ ليغفر لك مش ليغفر الله لك. لأجلك. قالوا ايه؟ قالوا بيعرفوا الصلاة وبيعرفوا المصحف، اهلا وسهلا شرفتنا. وبيذكروا الله شرمت عيوني والدنيا يعرف ايه؟ يعرف الصلاة ويعرف المصحف. خش هم عايزين يصلوا وعايزين يأدوا واجبات الدين وبس، مش عايزين لا ذكر ولا لا. سيبها عايزين. مولانا ممكن نفهم بعض معاني الحزب الكبير؟ زي ايه؟ زي دهن كدين وبها بحيا ده ما قلناه في الصباح. قلناه في الصباح إنما لوحده. بها بس. لا همسا وبها همسا في التحصيل. كده امبارح. كدين ما قلناش شيء حاجة. نوهنا له شوية. أيوة. الأكوان أصلا 5: الملك، الملكوت، الجبروت، اللاهوت، الهاهوت. الأكوان 5. خلاص. بعدين الملك اسمه الكون. طيب الشيخ كأنه يقول يا رب انت وضحت بانه الكون مسبح، سبح لله ما في السماوات والارض، يسبح لله. الكون واللي فيه كله مسبح، مش كده؟ الكاف كناية عن الكون، يعني أسألك وأتوسل إليك يا رب بالتسابيح اللي بتصعد من الكون إليك. ده بس الكاف. طيب وفي كاف هي انصاد الكاف كناية عن الكون. كاف كون. هي اللي عاوز يعرف كاف الكونية يلزم يعرف ها الهوية المتدلية. ايوه كاف هي يعني ياسين صلى الله عليه وسلم. عين الحضر الصمدانية. الشيخ هنا قال كدن كاف يعني الكون. بعدين يقول يا رب أسألك بالأسماء الإلهية اللي أوجدت بها الكون، اللي هو الكاف، مش كده؟ الدال المكسور المنون وضحت إن الكون بيذكر، مش كده؟ أتوسل إليك يا رب بالأسماء الإلهية أوجدت بها الكون، بالأسماء الإلهية اللي بيذكر بها الكون، مش كده؟ كدين. عشان الوجود ما بيذكرش بالعربي، بيذكر بلغته، مش كده؟ يقول كل قد علم صلاته وتسبيحه، مش كده؟ بعدين كونه كدن يعني ظاهرها وباطنها. ده السماوات السبع، الأراضين السبع، الرياح السبع، البحار السبع ومن فيهن، ده الكون. بعدين قال ده الملك أو ده الملكوت اللي هو إيه؟ اللي هو مواطن الجنان كلها. قال كدن كرددن زود ظهنا. الكاف كناية عن إيجاد الجنان كلها اللي هو عالم الملكوت. الراء يا رب أنت أوجدت العرش من راء الرحيمية النبوية، ده زيادة الراء. كرددن وذكر الدين الموصل لنعيم الجنان. right. كرددن right. بعدين قال كردهن اللي هو ايه؟ ملك ملكوت جبروت حضرة العرش. الكاف كناية عن زي ما قلنا. الراء راء الرحمانية المستوى على العرش. right. ددن عن ذكر الدندن الموصل لمعرفة الرحمانية اللي هو المصف في العرش. كردهن كردهن. بعدين قال دهن. هنا مش محل تكوين بقى،
هنا موطن الأرواح المجردة اللي هو عالم الملكوت، ملك ملكوت جبروت لاهوت. ذكر الأرواح وتدريس النبي للأرواح اللي درسهم في الأزل. كدن كدن كرددن كرددن كردهن كردهن دهن دهن. ظاهر؟ واضح كده؟ الهادي هنا كناية عن رباط عالم الأرواح بهاء الهوية. بعدين قال ده مرتبة أو أدنى، مرتبة أو أدنى. الذكر ما وديش هناك، فلذلك شال الدنة قال ده. أيوه. بعدين قال الله رب العزة، كتب اسمه، اسم المرتبة ذاك اسم المرتبة عظمة المولى تبارك وتعالى على كل شيء عزه، اللي هو الصنف البشري. خلاص؟ يعني فيها مراحل يصير برضه جدا جدا جدا. بعدين يقول أحمى حميثة. ايوه مش دي عايز أحمى حميثة. طبعا وضحنا السبع المثاني في الصبح هنا. نعم مش كده؟ ايوه وضحنا هنا السبع المثاني 3 و4، الثلاثات ثابتات مش كده؟ أيوة. والأربعات متنقلات، مش اللي نص صباح مش كده؟ قال أحمى حميثة أتوسل إليك يا رب بالحواميم، لكن الثلاثة مش الأربعة، عشان هو واحد من الأربعة. أيوة ثلاثة. أطمى أتوسل إليك بطلاسم القرآن، لكن الثلاثة مش السبعة. طه طاسين طاسمين وخلص. وتقوم ايه تفصلكم بالصلاة. أنه هذا أنا تقول عنه؟ لا فيها مش في سؤال. اتفضل. إنما هو إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تفسير ديت وتفسير كن، يعني كن فيها لما الله سبحانه وتعالى قال كن فيكون. في اللحظة ديت برضه خلق الأسماء، تصريف الأسماء، يعني تصريف الأسماء شملت فيها كلمة كن أو لفظ كن. أيوه. كن كلمة الحضر الإلهية. كن خطأ خلاص. شو اللي عم شيء؟ لا تكل على مين يقول زي ده. تكل على مين الواحد هذا. طيب يا مشي. كن كلمة الحضر الإلهي زي وبعدين كلام الله صنفين. كلام الله صنفين، المركب المفيد واللا مركب ولا مفيد. نتكلم كده الواحد ولا يختشف. الكلام اللا مركب ولا مفيد هو كن. تفهم منه ايه لما كن يقول كن؟ يعني نقول الشيء كن يعني ايه معناه ايه؟ بنفذ امره. الله بنفذ امره في لفظ كن. لا الامر ما انما امره اذا اراد شيء كن بالرابع.
ما يكونش الأمر أبدا كن. احنا عندنا المعروف كن أمر خلاص، لكن هذا الحال مش أمر ثاني، إنما أمره إذا أراد شيئا حتى يقول كن. الأمر قبل يكون ب3 مرات. يكون كن أمر كيف؟ شوف يكون التكوين بقى، م? يكون خلق الشيء. ما ينفع، مهما تعرف ما ينفعش. اسكتنا. أصالة تبارك وتعالى والله الواحد ولا قادر يلف ولا قادر يوقف. واختار بقينا زي عمك يا عيقة. لا هو قال إنما أمره، ما قال إنما أمري. وقال ظاهر. والأمر أمر واحد واثنان بعد الالتفات. ظاهر. الأمر احنا بنقول معنى الأمر معناه افعل، ده الأمر. الأمر عند ربنا مش افعل، حاجة اسم الأمر، حاجة زي ما ده كرسي، ده حيطة، ده فلان، حاجة اسمه الأمر. خلاص. بعدين الأمر ده محبة الأمر اسم الإرادة. محبة الأمر اسم الإرادة. زي تصوير محبة الأمر اسم المشيئة. تنفيذ محبة الأمر اسم الكون، التكوين. زي ويقول خلق الله آدم على صورته، يعني خلق لنا من الأمر الروح، مش كده؟ ومن الإرادة القلب، ومن المشيئة العقل، ومن القدرة اليدين. واضح؟ يعني أي واحد منا بينفذ مشيئته بيديه، يتخيل به بعقله، يتصور به بعقله، بيحب به بقلبه، مش كده؟ بعدين لو قدرنا انه الامر عايز عربية مثلا، الامر طالب عربية، طلب الامر للعبيد نسميه محبة، ومش اسم محبة، اسم الارادة، يعني اراد وجود عربية. خلاص. بعدين الإرادة يتنزل إلى المشيئة اللي هو ممكن التصوير. عاوزين عربية ب4 رجلين، 3 رجلين، 7 رجلين، عجلات يعني، لونه كده، صورته كذا، فلانه كذا، فلتكانه كذا. التنفيذ موطن الأسماء اللي هو كن. خلاص. ده الكلام اللا مركب ولا مفيد، ده الكلام اللا مركب ولا مفيد، ده الكلام القديم. صلاة. بعدين يقول الرؤساء إذ قال كن، أين كنت أنت يا حبيبي؟ وأي شيء فهمت منه؟ الكون أو كون عين أنت؟ أنت فهمت من كن إيه؟ فهمت من كن إنك أنت مكون في الكون سوا، ولا فهمت من أنه كن واحد طالع من وحدة معينة؟ فهمت إيه؟ المشايخ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سر إيجاد عالم الذر أنت مضمرا بين الكاف والنون كنت. ما فيش حاجة بين الكاف والنون إلا وهو الإشباع، كون. إلا إيه؟ وهو الإشباع. وهو الإشباع لما تربطها
في إشباع للهوية تفيد الغيب الصرف والحقيقة العينية. وبعدين طيب ربنا في بداية الخلق قال كن، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن، فيكون دي استجابة المكون طبعا مش داخل في القصة، فيكون يعني استجابة ظهور المكون، مش كده؟ بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقوله كن، إنما الثالوث إن الله كمثل آدم خلقه من تراب فقال له كن، إنما قولنا شيء زادنا أن نقول له كن. 8 آيات ما فيه إلا كلمة التوحيد. خلاص يا شيخ. بعدين ده الخطاب الإلهي القديم اللي لا مركب ولا مفيد. اللي يسمع الخطاب ده يفقه غيب كل شيء. اللي يسمع الخطاب ده غيب. بعدين اللي أدرك التجلي الإلهي يدرك غيب كل شيء. اللي فيه من الخطاب الإلهي يسمع غيب كل شيء ما يجد عليه أي لغة. خلاص. بعدين كن في من عند كلمة الحضر الإلهية القديمة، يعني في بداية إرادة الخلق ربنا قال كن ما شاء لغاية يوم القيامة كن وحده، وما خلصت والخلق الجديد ماشي. طيب لو سأل سائل قال ربنا جل وعلا انتم بتعرف انه الكتاب هو المصحف اللي جمع ربنا من اول لاخر. ايوه ربنا بعد ما قال المصحف والنبي توفى بعد يقول ايه؟ بقاطش بقابكم مش معقول. واضح؟ ما فيش رد للمسألة دي. خلاص واضحين؟ طيب الخلق الجديد ايه؟ وكلم الله موسى تكليما. كلم وللتأكيد الثاني تكليمه كمان. كلام مركب مفيد. سيدنا موسى حادث في موطن الحدوث فوق الجبل، بعدين كلم أفادت المعنى تكليمه كمان زاد التأكيد. ده الخطاب القديم وده الخطاب الحادث الملحق بالقديم. الخطاب القديم عادة بيرد من غيب الذات. طيب بعدين لما ندي ربنا جل وعلا من حيث الذات الصرف الحياة، بعدين العلم، بعدين القدرة، يكون تنزلت من العلم الخطاب القديم، من الخطاب القديم حصل الخطاب الحادث اللي هو كلم الله موسى تكليما. بقى تقول طيب نرجع الخطاب القديم من الأول، مش كده؟ إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن، مش كده؟ اللي أصل ما موجود يسمع كن كيف؟ أنا قلت يا صلاح مش هتقول نعم؟ وإذا أنت مصرنا من هنا قلت صلاح مير هيقول لي نعم؟ مش ممكن. أمال كيف الوجود ده ما كان موجود وقال لهم كن وظهروا؟ أيوة. هنا قال إنما أمره ما قال إنما أمري، قال إنما قولنا ما قال إنما قولي. فكان زي وجود النقطة في النوايا بتاع التمر من حيث العلم الإلهي في باطن النقطة في نخلة كلها، زي بالعود بالكرناف بالجريد بالزعف، صح؟ مش كده؟ عشان ما بيطلعش النخلة إلا من النقطة ده. بقى دوري. وأخيرا كل نخلة فيه كذا سبات، كل سبات فيه كذا تمر، كل تمر فيه نوايا، كل نوايا فيها نقطة. ده اسمها ايه؟ وجود الكثرة في الواحد.
وجود الكثرة في الواحد. واضح؟ بعدين وجود الواحد في الكثرة هو المرتبة الثانية. خلاص؟ فكان واضح الحال من حيث الأسماء الإلهية. كل الأسماء الإلهية كانت موجودة في باطن الاسم الله غير متباينة. لما تنزل تجلي الاسم الله إلى العرش تفصلت الأسماء من مراتبه، بقت ده الاسم الرب، المنعم، المتفضل، الوهاب، الرزاق، كذا كذا، ظهرت مراتب الأسماء. فكانوا كلهم ايه؟ في واحدية الاسم الله. ولذلك تبارك وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى. خلاص؟ ده من حيث التنزل الإلهي في مراتب الوجود. خلاص؟ بعدين في وجود الكثرة في الواحد كان أول التكوين، أول التعيين، قبضة نور النبوة. فكان في باطنه تفصيل مراتب الوجود كل على ما هي عليه، متباينة غير متباينة. بقت متباينة 200 لما قال لها كن سمع وجه. طيب بيسموا الموطن ده موطن كينونية كن كن. ما نفعل موطن ايه؟ كينونية، يعني المحل اللي كان تكونت منه كلمة كن. طيب ده الخطاب القديم ده، وده الخطاب الجديد، وده مفصول من ده. ها؟ بعد ما ربنا قال مصر وقاعد يقول ايوه الخلق الجديد بتكون ماشي طوال ظاهر ظاهر، والخلق الحادث اللي بيسمع الخطاب الالهي كل الناس المغربين الى الله بيسمعوا الخطاب الالهي من حيث المرتبة الذاتية الصرف معرة أما عن الحروف الأسماء. خلاص؟ ده لما بيقول إذ قال كن أين كنت أنت يا حبيبي وأي شيء فهمت منه الكون أو كون عين أنت، بيقول لك يعني أنت كنت في واحدية الوحدة اللي هو نور النبي صلى الله عليه وسلم وبتشعر بده، ولما قالوا لك تعال جيت ولا بتفهم انك انت موجود بس. دي والله اعلم بعض يعني مضمون الايات. يعني الاسماء كانوا موجودين في كل اسماء الهيه. الاسماء كانوا موجودين في الاسم الله. لما قال كن ايوه خرجوا الاسماء الالهيه. والخلق كانوا موجودين في واحدية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كن جو جو جو. يعني تخرج وقت تقول جو جو يد الله مغلولة رد عليها بل يداه مبسوطة. ايوه مرة قيلت يد ومرة قيلت يداه مبسوطتان. في تصوير ثاني خطيت الأمر خطيته كانت بيمين والسماء والطيات الأرض خطيته وبالتالي والسماء اليمين. الرمز اللي فيها ايه دي؟ الرمز اللي فيها ربنا عارف قالوا مش عشان نتعلم هو طبعا بيقول لنا بس بل يداه مبسوطتان مش كده؟ السماوات مطويات بيمينه هو الذي يمسك السماء والارض ان تزولا. في مثال زي ده كتير، لكن الايد بالنسبه لربنا هو القدره نفسها. بيقول لك يعني انت شغلك كله بايديك، قدرتك في ايديك. هي كل ها كل لا مطلق الاسماء يعني موطن القدره كلها، يعني موطن القدره كلها. فبيمثل لنا بالايدين كنايه
أصالة القادر، وده الاسم الأول لله. وفي الغذاء إيه؟ مش القادر، مش كده؟ القادر يعني إيه؟ القادر في الشيء بس اللا شيء القدرة ما تسلطش عليه. إن الله على كل شيء قدير، مش على موطن الشيء بس اللا شيء القدرة ما يعمل فيه حاجة. صحيح؟ إيه معنى القادر؟ من شغله إيجاد الممكن أو ترك الغير ممكن مش ممكن. يعني لما نقول لك ربنا قادر يا فلان، أيوة قادر، قادر يخلق إله زيه، ده مش من شغل القدرة، هنا ما بتعلقش القدرة. ربنا قادر يا أخينا، أيوة قادر دخلني بطن أمي، أنا أطول من أمي وأسمن، دخلني بطن أمي إزاي؟ ده مش من شغل القدرة. يقوله تعالى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ده مستحيل، مش كده؟ حب إنه مثلا واحد مكيكي زي فاروق قال عاوزين نعمل إبرة كبيرة زي الكوبري، مش 30 جمل راح يفوت فيه، نقول له يا وسخ هيصبيه وإيه ده؟ هذا كبروا خلاص. احنا عاوزين إبرة اعتيادية خيطوا الهدوم، عاوزين دخل الجمل في إبرة، مش ممكن. حصل نقاش ما بين سيدنا معاوية وملك الروم، كتب له جواب بيقول له يسأل عن الشيء وعن اللا شيء، ولعدم الإجابة يعتبر ده إعلان حرب. سيدنا معاوية ما عندوش علم كثير زي ده، كتب الجواب إلى علي بن أبي طالب، أخبرني عن الشيء وعن اللا شيء، ولعدم الإجابة إعلان حرب. مضى تحته معاوية بن أبي سفيان، وقال للمرسال لما تروح لسيدنا علي اشتري جمل من السوق واديله هدية. سيدنا علي ما فوت عليه حاجة أصلا. بعدين اداله الجواب وقال له الجمل دي، قالوا ادي لك الجمل دي هدية. فهم انه ده مش كلامه، اللي بيهديك ما بحاربكش. بعدين قال لسيدنا حسن سوق الجمل ده وديه في الصدق، وداه. قالوا سوق الراجل ده مش وديه له الرهاب اللي هو السراب، ما شغلوا السراب ده. قال له مع السلامة يا أخوي روح. قال أنا جبت لك جواب وعاوز الرد. قال له الشيء كل ما سوى الله يدخل في الشيئية. اللا شيء قال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، دل ما شيء. خلاص سيدنا معاوية رد الجواب كده وسكت. فهمنا شغل القدرة إنها تتعلق بمسمى الشيئية. خلاص اللا شيء مش شغل به، انتهينا. بعدين القدرة تتنزل لقدر، القدر هو القوة على فعل الشيء. خلاص لما تنزل على القدر بتنزل مرة ثانية قضاء. القدرة هو القوة على فعل الشيء، مش كده؟ مش كده؟ والاسم منه القادر. خلاص والمقتدر. ايوه المقتدر على الشيء، على الفعل، ده اسمه ايه؟ موطن ثاني غير القدرة. بتنزل كيف تبقى قضاء. القضاء تتقسم على اثنين، قضاء المبرم والقضاء المعلق. القضاء المبرم زي الموت لابد من وقوعه. القضاء المعلق ده اللي بيترفع بالدعاء وبعد من الدعاء ينزل.
فهمنا بعض من تكوين معنى كن، مش كده؟ الفعل القادر. بعدين نسمي موطن الأسماء كلها موطن القدرة، عشان اللي بيموت مين؟ القادر. اللي بيحيي مين؟ القادر. اللي بيرزق مين؟ القادر. اللي بيسفر مين؟ القادر. اللي بيسكن مين؟ القادر. كل الأسماء داخلة إيه؟ في موطن القدرة، ونزل القدرة على المراتب الثلاثة. شوف القدير يا مولانا. قدير شغلته المبالغة في الفعل. أصلا القادر هو القوي الفعال. طيب المقتدر هو اللي في إمكانه يعمل أي شيء. خلاص. تتنزل في الآخر على صنفين، اللي هو القضاء المبرم والقضاء المعلق. طيب هديل الممثل بالإيدين الأخراني. أي نعم. ما فهمتوش؟ مش قلنا قادر، قلنا مقتدر، قلنا قضاء، قسمنا القضاء على اثنين، مش كده؟ المعلق والمبرم هذا اليدين. يكون ربنا له يدين اثنين. سيدنا داود يكون عنده 1000 يد وداود ذو الأيدي، ده معقول؟ مش معقول. لازم الواحد يفتن من غير التأويل. المصحف ما بتفهم بالحقيقة أصلا. خلاص يا الشيخ. بعدين تجد واحد تقول له يا أخي صلي، يقول له ما ربنا يغدر لي. ومين قال إنه ما غدر لك؟ يا أخي توب لما يغدر لي. ها؟ يقوم يشيل فيل الخامس من المرتبة التحتانية اللي هو القضاء المعلق، يشبكوا لك في الجزء الرابع من فوق. ما صحيح، مش معرفة ده. الأرض قبضته والسماء مدته بيده. طوالي بس انت مش شرفت القضاء. خلاص ها؟ تمام. خلاص. بعدين الايدين دول شغلهم في المبرم والمعلق، ودوهم علم ما يروح بقى تلقاه صحيح. وما قدر الله حق قدره. لا دي نسيها بقى. العظم العظم. المقصود بها الكافرين طبعا. المقصود بها الكفار. مطلقا ما حد يقدر يقدر ربنا حق تقديره اصلا. ولا الجميع. حيرة في حيرة في حيرة. حصل الحلاج في قصته الغريبة، وعادة بيقول يدعو ويجري، يقول يا مسلمين اقتلوني تؤجروا واستريحوا. بعد طويل ربنا استجاب دعاه وعاوز الموت. هو عاوز الموت ليه؟ اللي كان حصل له الوصول وما لقاش الاسم من النبي ما يقدرش يستحمل، زي ما قلنا ده في اليوم. أترى جرى إني أحن لهجرها مذ كنت مشتاقا له كوصالها وهلم جرى، يعني ما يقدرش يستحمل. عشان البشرية مع قوله تعالى قل جاء الحق، إذا جاء الحق لازم الباطل يزاق، عشان أصلا كان زهوقا. سيدنا علي قالوا له أنت أذكر ويصبر، قال لي